شفنا في الاحداث اللي فاتت لما بطلنا نتعرف على اتنين وهو شنكار وطفلتنا نانا، فهل يا ترى هيقدروا يعالجوا السحر الخارج عن السيطرة من نانا ولا ايه يا ترى؟ وشكرا ليكم على تعليقاتكم المحفزة، ويلا بينا. بنشوف بطلنا بعد ما هدى شنكار وبيتنقلوا عشان يشتروا معدات، وطبعا شنكار بيجيب له رمح ودرع ونانا بيجيب لها معدة سحرية. اما بقى صاحبنا اللي هو القط فهنسميه المعلم، فبيجيب له هو كمان طوق ما جاتش عليه، وبطلنا بيكون روحه تطلع لان هو اللي هيدفع الفلوس، وبيخلصوا وبينتقلوا المكان اللي هيتدربوا فيه. واول حاجه بيقولها المعلم ان اللي مش متعلم السحر لازم يتعلمه، وعشان يتعلمه لازم يحس بيه او حد يدفق له سحر عشان يحس بيه. فبقول له صاحبنا طب انا مش فاهم اي حاجه، بيقول له روح لعمنا شنكار وهو هيديك المفيد. بيروح لشنكار وشنكار بيمسك ايده وبيقول له غمض عينك وانا هبدا اديك السحر. والمعلم بيقول لشنكار اوعى تزود السحر بدل ما تحصل كارثه، ولكن قد فات الاوان، وده اللي حصل. وبطلنا بيتنقل لوعي شنكار، وبيكون شنكار والالف مع بعض، ولكن صاحبنا هو اللي في عقل شنكار، وبيتكلموا شكلهم اصدقاء مقربين. ولكن الغريب يا صديقي ان هم بيتنقلوا المشهد دموي جامد، وبيكون الاصدقاء شنكار كلهم مقتولين على يد مين بقى؟ على يد الالف اللي كان قاعد جنبيها. والغريب اكتر ان هي بتبص له كلها بصه من غير اي رحمه، فبقول لها ليه قتلت ده كله وهم ما كانش لهم اي ذنب او ما عملوش اي حاجه او اي مكان؟ ولكن هي ما بتردش عليه وتبص له بنظرات بارده. واخيرا شنكار بيفوق بطلنا من الوعي الخاص بيه، وبننتقل بقى لمكان تاني، وبيكون في ايميلي واقفين محتارين قدام طريقين، فيا ترى يخش شمال ولا يمين؟ فطبعا بتقترح عليهم الفتاة اللي ورا ان هم يخشوا في الطريق اللي فيه ارواح كتير، يمكن يلاقوا كنز او اي حاجه. واول ما بتسمع ايميلي كده فبتتحمس وبيخشوا من الطريق ده. والغريب ان هم بيلاقوا بيت كبير فاضي زي الفيلا كده يا صديقي، فايميلي والخادمه بتاعتها بيخشوا جوه، اما الصديقه التانيه فبتفضل واقفه بره لانها شاكه في حاجه. والغريب ان هم الاتنين بيفضلوا يحلموا بالكنوز وكأن حياتهم كلها اتغيروا ولقوا كنز. اما اللي بره بقى فبتعرف ان في ارواح كتير في البيت ده، وان الارواح ديت ميزتها ان هي بتخلي اي واحد يحلم بالحاجه اللي هو عايزها. وبنعرف بقى ان مفيش اي كنوز ولا اي حاجه، وان الارواح هي اللي مسيطره على عقولهم. نسيبهم بقى ونرجع لابطالنا، وبتكون الدنيا فل الفل. بطلنا بيتعلم مع شنكار الرمايه، وطفلتنا نانا بتتعلم السحر مع المعلم، والدنيا اخر فل وعشرة. وبعد ما بيتعبوا كلهم بيقعدوا ياكلوا، بيكون اللي حضر الاكل هو بطلنا. وبطلنا بيعرف ان في وحش جاي عليهم، فبيعرف شنكار على طول بيجهز نفسه، وبالرمح بينهي الوحش الخنزير البري اللي كان جاي عليه. ونانا بتستخدم سحرها وبتطهر الوحش من الدم اللي هي فيه. وبطلنا بيستخدم سحره الجديد اللي اتعلمه على عمنا شنكار، وبيرجعه كما ولدته امه، كأن اتعالج رسمي من التعب والهموم وكل حاجه فيه. وبيبقى مشكور بطلنا على الحلاوه اللي هو بقى فيها ديت. وبيكون هنا يا اخواتي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكون عجبتك، فما تنساش تدعمنا باللايك واشتراك جميل، ويلا سلام.